السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه متابعيني وحبايبي في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وبصحة وسعادة وستر من الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني. هنعملها يا جماعة بالطريقة الأصلية، احلى من اللي بناكلها من بره في المحلات او اللي بنجيبها من على عربيات بره في الشارع. بجد بجد تحفة، وناس كتيرة جدا ما بتقدرش توصل للطعم ده في البيت. النهاردة ان شاء الله اوعدك بعد الفيديو ده تاكلي احلى كبدة اسكندراني. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا عشان ما اطولش عليكم. بس يا ريت ما تنسيش لايك وشير للفيديو لو عجبك، ولو اول مره بتشوفونا انا اسمي سعاد. انا هنا معايا كيلو من الكبده، قطعتها كده تقطيع صفيري او تقطيعه الكبده الاسكندراني. طبعا قطعيها يعني صغيره على قد ما تقدري. واحسن طريقه تقطعي بيها الكبده انها تكون متجمده شويه، ما تكونش فكه تماما يعني. هنا معايا 6 فصوص من الثوم ضربتهم في الكبه مع قرن كده من الفلفل، حامي او بارد براحتك. معايا 4 ليمونات. معايا 5 6 قرون فلفل رومي، لو حابه تحطي معاهم فلفل حامي زي ما تحبي. معلقه كبيره من الكمون، ومعايا معلقه كبيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ورشه صغيره جدا من الشطه. وطبعا الشطه هنا اختياري، انا بس محبها تكون مشطشطه شويه صغيرين، بس ما كانش عندي فلفل حامي فيعني كملته بالشطه يعني. و4 معالق من الخل. طبعا في ناس كتيره جدا ما بتغسلش الكبده وضد مساله ان هي تغسل الكبده تماما. انا ما غسلتهاش يا جماعه، انا حطيتها في مصفى ويا دوب عديتها تحت الميه يعني عشان اقدر بس اكلها نفسيا كده وانا مرتاحه. فعملت كده يعني ما بغسلهاش خالص ولا بحط عليها ميه في طبق، لا في مصفى وبعديها بس من تحت الميه كده ثواني. هنا بقى هنعمل التتبيله بتاعه الكبده، وان شاء الله ان شاء الله هتعجبك بنسبه 100% باذن الله. ومش هقول لكم اي حاجه غير لما اكون واثقه منها ومتاكده مليون في الميه. هنحط بقى التوم اللي ضربناه في الكبه، وطبعا ده 6 فصوص، والكميه دي بتاعه الكيلو. لو هتعملي نص كيلو من الكبده هتاخدي نص المكونات دي. هنحط بقى التوم اللي ضربناه في الكبه مع الفلفل زي ما قلت لكم، وهنعصر عليهم ال4 ليمونات كلهم. والكميه دي مش كتير خالص، بجد مظبوطه يا جماعه بالملي. تمام كده. هعصر طبعا الليمون كله. هنا بقى عصرت الليمون، هحط بقى 4 معالق كبار من الخل. وبعدين هنزل بقى بالتوابل كلها. وزي ما قلت لكم التوابل هنا والمكونات كلها والله يا جماعه مظبوطه بالملي. يعني مش هتلاقي اي حاجه طعمها كتيره فيها ولا حاجه قليله، لا هتلاقيها مظبوطه بجد بالملي. مليون في الميه. وهستنى اسمع رايكم الحلو في الكومنتات بعد ما تعملوها وتجربوها باذن الله. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعض. ندوبهم كده مع بعض كويس عشان كل التوابل تدخل كده مع بعض كويس، والملح كمان يدوب بالطريقه دي كده. هنحط بقى المكونات دي على الكبده او التتبيله دي على الكبده، بس مش كلها، هنخلي معلقه كده على جنب هنستخدمها في الاخر. وهقول لكم هنستخدمها امتى بالظبط. انا كنت هنسى بصراحه ان انا احط المعلقه بس لو سبتها. هقلب بقى التتبيله دي كلها مع الكبده يا جماعه، ريحتها والله العظيم 3 تحفه. ريحتها خطيره خطيره بجد. تمام. هنقلبها بقى كده وبعدين هنغطيها ببلاستيك ستريتش وهنخليها بقى لمدة 10 15 دقيقة كده عشان الكبدة تاخد بالتتبيلة وتبقى متطعمة حلو قوي. لما نيجي نعملها نلاقيها طعم التتبيلة ظاهر فيها. هنا بقى على بال الكبدة ما تقعد شوية كده في التتبيلة بتاعتها، هنقطع الفلفل مع بعض. وزي ما قلت لك الفلفل حسب الكمية اللي تحبيها. يعني انا حطيت 6 قرون من الفلفل، وبصراحة بعد كده زودت قرنين كمان يعني. بحب بصراحة الفلفل يكون شكله زيادة في الكبدة الاسكندراني. مش هقطعهم بالطول لان الفلفل طويل شوية، فهقطع كل قرن كده نصين. وهقسم كل نص على 2 يعني عشان تبقى شريحة الفلفل صغيرة ما تبقاش طويلة قوي. شايفين يا جماعه نقطعه بنفس الطريقه دي، وما تقطعوش رفيع جدا عشان ما تلاقيش الفلفل اتهرى كده معاكي بسرعه اول ما تحطيه على الكبده. فحاولي تقطعيه يكون عريض، حاجه بسيطه يعني مش عريض قوي، لا عريض شويه صغيرين كده.
يا ريت يا جماعه اللي ما حطش لايك للفيديو يا ريت تحطوا، لو الفيديو شايفه ان الفيديو عجبك ويستاهل، ولو شايفه ان المحتوى بتاعي يستاهل. اتمنى منكم التشجيع. بجد مش عارفه اقول لكم ايه. لكل حد بيبعت لي كومنت حلو ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. هنا بقى خلاص انا هقطع كميه الفلفل كلها بنفس الطريقه كده. بصوا بقى انا قطعت هنا الفلفل كله، والكبده كمان قعدت حوالي ربع ساعه او تلت ساعه كده في التتبيله بتاعتها. يلا بقى بينا على النار عشان نشوف هنسوي الكبده بتاعتنا ازاي. مبدئيا واول حاجه الكبده بتحب الزيت يا جماعه، الكبده الاسكندراني بتحب الزيت الكتير، ولازم الزيت يكون سخن جدا جدا. انا اختبرته كده في شريحه كده من الكبده عشان اتاكد من درجه حراره الزيت. ومهم جدا برضو ان الطاسه تكون كبيره، ما تكونش طاسه صغيره وكميه الكبده كبيره، عشان هتلاقي درجه الكبده نزلت كتير في الطاسه ومش كلها ملامسه درجه الحراره، فهتلاقيها نزلت ميتها والموضوع مش هيبقى ظريف خالص. فبصراحه هي برضو الطاسه اللي عندي ما كانتش كبيره قوي، بس ده اكبر مقاس عندي بصراحه فحاولت ان انا اوزعها على قد ما اقدر. ما نزلتش الكبده كلها ليه؟ لان انا لو نزلتها كلها درجه حراره الطاسه هتبرد، وزي ما قلت لكم الكبده هتنزل ميتها، فدول بس كده. هستنى درجه حراره الطاسه ترتفع كده تاني وهنزل بباقي الكبده. شايفين من النص يعتبر ما فيش حراره، الحراره كلها من على الطروف. تمام. هنا اهي وسعت مكان احط بقيه الكبده. كل ده يا جماعه على نار عاليه، على نار عاليه. اتبعي كده الخطوات وامشي عليها مظبوط، واوعدك ان شاء الله والله هتاكلي احلى كبده اسكندراني في حياتك. بجد يا جماعه تحفه، بجد بجد خطيره. مع سندوتشات بقى نحطها في عيش فينو او عيش بلدي براحتك زي ما تحبي، ومعاها سلطه طحينه وجرجير. يا سلام تحفه. تمام كده انا بوزعها على قد ما اقدر، بس عشان ما تبقاش الكبده كلها في النص وتكون فوق بعضها. الجنب بقى اللي بلاقيه كده ابتدى ان هو يتحمر فبقلبه، مش بقلبها كلها. وما تقعديش تقلبي في الكبده كلها لان احنا مقطعينها رفيع عشان ما تتهرش منك. هبتدي بقى ان انا اقلب فيها اهي، يعني كبده اتصدمت. طبعا احنا هي منزلتش ميه كتير ولا اي حاجه خالص، احنا حاطين اصلا في الاصل زيت زياده شويه، لان زي ما قلت لكم الكبده الاسكندراني بتحب الزيت. فحالا دلوقتي هنلاقي الزيت هو اللي ظهر كده وما فيهاش اي سوائل تماما. وزي ما قلت لك كل ما تكون الطاسه بتاعتك كبيره كل ما الكبده بتاعتك مش هتنزل اي سوائل خالص، هتبقى كلها ملامسه لدرجه الحراره وهتتصدم بسرعه جدا. وما توطيش النار عليها، لانك لو وطيتي النار زي ما قلت لك هتنزل كل السوائل اللي فيها. تمام كده. الموضوع ده كله يا جماعه بياخد حوالي 10 12 دقيقه مش اكتر من كده، يعني الكبده ما تاخدش اصلا سوا، انا كمان مقطعينها رفيعين رفيعه جدا. فبصوا هي ابتدت تشرب كل السوائل اللي كانت فيها. تمام مش باقي غير الزيت اهو. هنا بقى بفتح فتحة في النص ليه، هنحط بقى معلقة التتبيلة اللي احنا سيبناها في العلبة. تمام كده. هنحطها كده في التوم تاخد بس من درجة الحرارة كده وتسخن كويس. وبعدين هنقلب فيها الكبدة او هنقلبها كده في الكبدة كلها. والخطوة دي بتدي اضافة للكبدة حلوة جدا جدا، ما تستغنيش عنها. خلي كده معلقة من التتبيلة زي ما احنا عملنا، حطيها كده في اخر التسوية. بجد هتفرق جدا في الطعم وكمان في ريحة الكبدة وانتي شغالة. جربيها وهتعرفي انا قصدي ايه. فعلا احلى طريقه للكبده الاسكندراني. يعني عايزه اقول لكم يعني جربت طرق كتير للكبده الاسكندراني بصراحه. كنت بحس ان انا ناقصه حاجه، يعني ما كانتش تبقى مظبوطه 100%. فمن كل طريقه جربتها اخدت منها تركايه بصراحه. فعايزه اقول لكم ان الطريقه دي زي ما نقول ايه مجمعه، يعني وصفات مجمعه عملت بيها الوصفه دي. من كل طريقه اخدت منها تركايه كده لغايه ما وصلت للنتيجه دي والطعم التحفه ده. كده بقى تمام، والكبدة تقريبا استوت. هنزل بقى الفلفل.
مش هنقلبه كتير عشان ما يتهريش ولونه يتغير خالص، يعني يا دوب كده تقلبتين 3 بتاع 6-7 دقايق، وبعدين هنقفل النار على طول. وزي ما قلنا كل الكلام ده على نار عالية، ما تهديش النار خالص. تمام كده. كبده كده يا جماعه ما شاء الله استوت، مش هنسيبها على النار اكتر من كده. كده استوت وزي الفل، حلوه جدا جدا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. دي بقى كانت وصفتي النهارده، الكبده الاسكندراني. ان شاء الله ان شاء الله اللي هيجربها انا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبه بنسبه 100%. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون شرحي كده كان بسيط وقدرت ان انا اوصل لكم المعلومه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.